السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أم الأمراء. اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض حلوة بزاف هايلة، بنينة وخفيفة وهشيشة، والمكونات اقتصادية وبسيطة. بحبة بيضة راح تحضري 40 حبة حلوة تجيب بزاف هايلة. القوام تاعها قد ما نحكي لكم عليه كيفاه تجيب بنينة وخفيفة وتذوب في الفم. لازم عليكم تجربوا هذه الوصفة، بما أنه رانا مقبلين إن شاء الله على العيد الأضحى. إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والهنا يا رب. جربوا هذا الوصفة راح تعجبكم، اقتصادية وسهلة وبسيطة وبدون طابع، وتحضريها في وقت وجيز. ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو من أول لآخر باه نشوفوا مكونات وصفتنا وطريقة التحضير. إذا كنتوا أول مرة تزوروني على قناتي، معكم وصفات أم الأمراء. ما تنسونيش بالدعم، ديروا لي جيم، أبوني، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني، لمزيد من الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية والأكيد المجربة والمضمونة. نبدأ على بركة الله. في وعاء نضع 200 غرام زبدة، نضيف عليها 8 معالق زيت، نضيف عليها كذلك 4 معالق كبار سكر ناعم، نضيف عليهم حبة البيض، رشة ملح باش ما تجيش الحلوى تاعنا صامتة بما انه فيها الزيت. نضيف كذلك عليها معلقة صغيرة فاني ومبشور البرتقال، كما انكم تقدروا ديروا مبشور الليمون كذلك. نخلط جيدا بالباتير، خلطوا هذه المرحله جيدا حتى يدخل لنا السكر مع الزيت والزبده. من بعد رايحه نضيف عليهم 4 معالق كبار جوز الهند، نواة كوكو، 3 معالق كبار نشاء مايزينا، و4 معالق كبار بسكويت مرحي. ديروا اي نوع بسكويت متوفر عندكم. هنا في مرحله هذه بقاو حركوا قبل ما تشعلوا الباتير تاعكم، حركوا غير بشويه باش ما طاشي لكمش هذاك النشا وما يطلعش من فوق الوعاء. حركوا هو طافي غير بشويه. كي تشوفوا دخلوا هذوك المكونات، شعلوا الباتير تاعكم وخلطوا جيدا. من بعد توقفوا ونبدا نضيف في الفارين. كما قلت لكم هذا الحلوى راهي سهله بسيطه وتناسب بزاف العيد ان شاء الله. تقدروا ديروها كي يعود عندكم مناسبات، جايينكم الضياف تحضروها في وقت وجيز. المناسبات الافراح عندكم تجي بزاف هايله وهشيشه، كما انه تقدروا تعتمدوها كحلوى يوميه. تديلكم كميه كبيره بمكونات اقتصاديه رايحه تعجبكم وتعجب وليداتكم ان شاء الله. نضيفوا الكاس الاول، نزيد نضيف الكاس الثاني، ونضيف عليهم ملعقه صغيره خميره كيميائيه، والكاس الثالث نضيفه غير بالتدريج واللم. نضيف الكاس الاول والثاني مع بعض، من بعد ندير عليهم كيس خميره الحلوى، ونجيب الكاس الثالث ونحطه حذايا. نبدا نخلط باليد يكون احسن باش نتحكموا في قوام العجينه تاعنا. كما انا هنايا خذات لي 3 كيسان بالضبط. نتوما على حسب الفارينه اللي عندكم تقدروا تديو قل على 3 كيسان، تديو 2 كيسان، والكاس الثالث تاخذوا منه غير كاس غير ربع. كما انكم تقدروا ديروا 3 كيسان كاملين كما انا، كما انكم تقدروا تزيدوا ربع كاس. نخلط جيدا. هنا العجينه ما تيبسوهاش لانه فيها الزيت وفيها كذلك الجوز الهند والبسكويت، راح تشيح لنا العجينه تاعنا. من بعد حاولوا انكم ديروها طريه باش من بعد كي تشيح لنا يجي القوام تاعها مليح وهشيش. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه، تجي عجينه طريه. واش رايحين نديروا الان؟ رايحه نكورها الى كويرات. ديروا الكويرات تاعكم حوالي من 25 ل 30 غرام. من بعد رايحه نكورهم، جاتني 40 كويره، الحجم تاعهم متوسط. من بعد كي تزيد تنفخ لكم الحبه تاعكم راح يجي هاي الحبه تجي هايله، ما تجي صغيره بزاف ما تجي كبيره بزاف. رايحه نكورهم كامل كما راكم تشوفوا 40 حبه، عفوا جاتني 42 حبة. رايحة نكورهم كامل. من بعد نجيب صينية الفرن تاعي عليها ورق الطهي ونثقب الحبة كما راكم تشوفوا هكذا. نثقبوها بالإصبع تاعنا، بالإصبع هكذا باش من بعد كي طيب لنا ما تغلقناش هذيك الثقبة. حاولوا انكم تثقبوها غير بالإصبع كما راكم تشوفوها. ونحطها في الصينية تاعنا ونحطها في فرن يكون شاعل مسبقا على درجة 160-170 درجة. شعلوا عليها من تحت كي تشوفوها طابت، زيدوا شعلوا عليها من فوق قيس ما تتحمر لكم فقط.
لانه خليو اللون تاعها يبقى ذهبي كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما طابت لي هذه هي الحلوه تاعي بعد ما طابت لي. واش رايحه نديرها الان؟ رايحه نجيب كميه من المعجون مع كميه من جوز الهند. حندهن الحبه تاعي في المعجون كما راكم تشوفوا بالفرشات فقط. ادهنوا الوجه تاعها بالمعجون، من بعد غربلوها في هذاك الجوز الهند. هذه هي الحبه تاعي تجي ما شاء الله شكل ذوق رائعة. نكمل كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقة. حاولوا انكم ديروا غير بالفرشات، ما تغطسوش الحبات تاعكم، ديروا غير بالفرشات باش ما تهزلكمش بزاف المعجون وما تبقاش تتقاطر الحبة وتفسد لكم الشكل تاعها. ادهنوها فقط قيس ما تهز جوز الهند هذاك. نكمل كامل الحبات. بعد ما غربلت كامل الحبات اللي عندي في نواه كوكو كما راكم تشوفوا، رايحه نعمر هذوك الثقبات بالمعجون. والحلوه تاعكم راهي واجده كما قلت لكم، راهي توجد ليه ما تديش منكم الوقت بزاف. امام طون بلا طابع تكوروها تثقبوها تحطوها طيب ما مطيب ما تدي لكمش بزاف. والتزيين تاعها بسيط يجي بزاف هايل كما راكم تشوفوا هنايا. راهي واجده معايا تجي بزاف خفيفه وهشيشه وبنينه والقوام تاعها رائع رائع رائع. والله يا البنات قد ما نوصف لكم بنتها وهشاشتها وخفتها ذوب في الفم، والله روعه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسونيش بالدعم، ديروا لي جيم، ابوني، فعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مني لمزيد من الوصفات السهله والسريعه والاقتصاديه. رايحه نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاه تجي من الداخل. تجي القوام تاعها بزاف هايل كما قلت لكم، حلوه بزاف هايله تناسب الاعياد، المناسبات، الافراح. كذلك تقدروا تعتمدوها كحلوه يوميه، ديروها لضيافكم يجيوكم على غفله، تحضر في وقت وجيز، تحمر لكم وجوهكم. والاهم من هذا انها بزاف بنينه. دمتم في رعايه الله، الى فيديو اخر ان شاء الله مع قناه وصفات ام الامراء. شهيه طيبه للجميع.